كيقول لك العود اللي تحضروا يمك، وهذه المره عمي تبون طلع مطرق، بحيث غنقولوا بالدارجه حاشا المغرب بما انه انسحب من الكان خلى المغرب هو المنافس الوحيد امام الدول اللي مقدمه الترشيح، وبالتالي المغرب غار كريت ولا جاي ينظم الكان خصو يعاود يتسلف. زيد على ذلك الزلزال اللي غضرب اللي خصو مصاريف هو كثيره بزاف باش انه يتم اعاده الاعمار. دابا سمعوا لي مزيان ابرنو شنو غادي يقول في هذا الدوسي هذا، وعلاش المغرب قدم الاعتذار ديالو من بعد ما كان فرحان البارح بتنظيم الكان. عاجل ومن مصادر موثوقة ومقربة جدا. المغرب يعتذر عن تنظيم كان 2025. هادشي اللي كاين. المغرب بعد 24 ساعة من الثقة التي وضعها فيه 22 عضو من المكتب التنفيذي نتاع الكاف ضرب أخماس في أسداس ووجد أنه تورط وأنه كان ضحية مقلب جزائري. الانسحاب اللي دارت الجزائر كانت خطة دقيقة جدا مدروسة جدا، والجزائر هي اللي دعات باقي الدول اللي كانت مترشحة باش حتى هي تسحب الملف وتخلي المغرب بوحده، وللأسف المغرب ابتلع الطعم وراح يحتفل بانتصاره. كنهضر بصح كنهضر من نيتي، يسحب لكم راه لا راه بصح الامر فيه واحد المأزق، واحد الورطه وضعها النظام الجزائري، العقول الحكيمه الخطيره المدبره الجزائريه العبقريه، العبقريه الجزائريه. علاش؟ لانها عرفت جيدا، شوفوا الناس كيفاش كيفكروا، عرفت ان المغرب اولا عنده المديونيه 104 مليار دولار ولا ما عرفتش داكشي. ثانيا عنده الملف نتاع الزلزال ديال اعاده الاعمار، خصو يقل واحد 10 ولا 11 مليار دولار. فبغات تزيد له هذا الثقل هذا التورط هذا باش يزيد يتسلف ويتكلف باش يدير هاد كأس الافريقيا بالهلا يطريه ليه ويزيد يورط راسو في كريديات وفي المشاكل. فاق وعاق فوزي للاسف متاخرا، للاسف بعد 24 ساعه. يا ريت يكون الفاق غير ذاك النهار قبل باش حتى هو يسحب الملف ويخليو 25 بدون تنظيم، ولكن للاسف فوزي ما صدقش ذكي، ما عرفش مزيان كيفاش يلعبها. فاليوم تم الاعلان على الاعتذار. بعد الاعتذار تم الاتصال مباشره من طرف موتسيبي بالرئاسه الجزائريه شخصيا المراديه عند السي عبد المجيد باش يشوفوا واش الجزائر يعني ممكن تعوض المغرب في 2025. فكان الرفض، كان الرفض التام. المهم عليا يحط له في المبررات والحيثيات، ولكن تبون قال له لا. وصل الامر لانفانتينو. هادشي كنقول لكم حصريات، بغيتو نجيب لكم مصادر نحط لكم مصادر، المهم غادي تلقاوها في التعليقات. وقع اتصال ديال انفانتينو مع السي عبد المجيد الرئيس الجزائري شخصيا. فالسي عبد المجيد طلب الاعتذار العلني ديال المغرب. يعني الاعتذار الاول اللي كان طالبه من 94 ديال علاش فتحتوا درتوا التاشيره على الجزائريين، فدابا كاين اعتذار ثاني وهو المغرب يعتذر للجزائر على الصوره الشينه اللي بانت بها في الاعلام الدولي البارح اول البارح. فيتم الاعتذار علنيا، ويتم تقديم في طائره، وما غاديش تمشي مباشره للجزائر، غدير الرون بوان لتونس وغادي تعاود تدخل الجزائر محمله ب داكشي تاع العار، يعني ما يسمى بالعار، يعني ويكون معاهم لقجع وبوريطه بجوج، يمشيو بجوجهم باش يوصلوا للقصر نتاع المراديه ويرميو العار على الرئيس السي عبد المجيد تبون. هذا هو الشرط نتاع السي عبد المجيد. فالان اخر الاخبار كتقول بانه كاين اجتماع
عالي المستوى هنا في المغرب باش يشوفوا كيفاش يديروا هذه القضيه هذه، لانه فعلا هادشي ما استوعبناش للاسف. المغرب هذا التنظيم هذا راه في ورطه كبيره وما غاديش يقدر ينظم كان 2025، وإلا قدر غادي ما عندنا ما نديرو، ما كاينش، ما عندناش الكريديات والاعمار و10 مليار و104 مليار، كي غدير ليها؟ فانا خليكم معايا وقتاش المجال الجديد غادي نحيطكم به علما، غادي نحاول نقرب لكم بشكل عاجل ومستعجل باخر المستجدات. في انتظار ذلك كنقول للاعلام الجزائري، كنقول لهذوك المؤثرين الجزائريين، اسمحوا لنا، انا كنعتذر، اسمحوا لنا، فعلا اثبتتم انكم اذكياء واننا كنا سناطيح وقناطيح. ايش غدير؟ احنا الخطا درناه وكنعتذر. اذا كنقول للقاده ديال الشروق، كنقول ليزيد وهيب، كنقول لهذاك كدار، هذاك الكدار 31، لمصطفى بوسبير، المليط وقليط واخرون، الله ينعل اللي نحشوا. كنقول لكم يا سناطيح يا قناطيح، الله ينعل اللي ما يحشوا. كنقول لكم شوهتوا بالجزائر، شوهتوا بالعقل والذكاء نتاع الجزائريين، شوهتوا بالانفه والكبرياء نتاع الجزائريين، وها انتم كتبينوا مره اخرى وانتم تحاولون بردعه الشعب الجزائري ومحاولين اقناعه وتبريد الغيظ اللي راه كيحس به تجاه الجزائر والنظام الجزائري، انكم كتزيدوا حنقا على حنق، وان هادو اللي مازال كيسبوا ويعايروا ليسوا الا مستخدمين مستاجرين لدى الDRS الجزائريه. فمزيدا من العبط، مزيدا من الغباء، مزيدا من قله النفس، انا كندعي معكم سير الله يعطيكم قله النفس، سير الله يعطيكم الغباء على غباء، باش تبقاو هكا، تبقاو مبردعين هكا، وقتاش ما جات شي منافسه بحال هكا هنا، وقتاش ما جات شي منافسه ماشي غير معنا، مع العالم، البريكس مع الحبشه، كان 2000 المجلس التنفيذي وزفيزف اللي ترشح غلبوا الليبي اللي ما عندهمش بطوله ديال كره القدم، العديكس، دابا تنزانيا داتها، تنزانيا اللي داخله غير بالطمس صدقات الدات 2027، وانتم مازال سايرين تبردعوا وتقردعوا وتفردعوا في ريوسكم، لان الشعب الجزائري راه عاق وفاق. ويا ربي انتم ما تعيقوش ما تفيقوش، يا ربي يا رحمن ويا رحيم. كنتمنى تبقاو اغبياء كما انتم وتزيدوا غباء على غباء وعماء على عماء، والهلا يطفرها لكم. والسلام عليكم. بيبا.